وبركاته. النهارده معانا الشيف خالد ان شاء الله هنعرف ازاي طريقه البسله واحد. اول حاجه طبعا يا شيف الزيت والبصل والثوم. الزيت والبصل والثوم ده بس ياخد تحميره كده بسيطه، وبعد كده بس ياخد تعمل بصل كده البسله طبعا حاطه في شوربه او صلصه او حاجه في الاخر. طلع شويه صلصه، كتب صلصه كده على مثلا، يعني كل كتب صلصه على شويه شوربه صغيرين كده، بس اللي هي تبقى ايه، لا ما تبقاش صيصه، يعني ما تبقاش صيصه. ايوه. كده يا شيخ خلاص كده هتبدا تحط البسله. كده تقريبا بقى اول نحط على النار شويه، كل شويه بنغطي ده كل من الحله دي كده يعني كده هتاخد هنحط عليها النار ونسيبها شويه. كل من الحله دي تبقى زي تقليبه كده، فاهمني؟ كل 5 كده نحط لها تقليبه لغايه لما هي بقى خلاص دخلت على السوا، شويه حاجات بسيطه، حطينا عليها الصلصه بقى كده متشبكه. بعدين هو كده خلاص استوت يا شيخ. شوفي حتى نفسها ما حطيتش على ميه. هي نفسها منزله شويه ميه ازاي؟ لان هي البسله نفسها والجزر بينزل الميه بتاعته، وهو كده خلاص ما عادش عنها هيكتشف ايه، ما عادش عنها. بسيبها انا بقى فيها تكه صغيره مع الصلصه، تقلب في بعضها، تاخد 3 قرارات وخلاص. انا كده نحط الصلصه.